عمليه زي عمليه التكميم دي او تحويل المسار حتى من العمليات اللي انتشرت مؤخرا. يعني تبدو عمليه سهله، لكن هي فيها حرفيه معينه، فيها طريقه بنقيس بيها وطريقه بنعمل بيها العمليه بشكل مظبوط، بحيث ان المريض يبقى حالته زي حالتك كده ما شاء الله، ما يبقاش فيه مشاكل زي الترجيع ومشاكل التعب بعد العمليه، عشان الامور تمشي ببساطه. اضف الى ذلك ان استخدام حاجات كويسه جودتها عاليه، دباسات كويسه، ده اكيد بينعكس بالجوده على المريض. محتاجين حاجه تتعمل بجوده عاليه وبطريقه صح، هنلاقي النتيجه حلوه. كل حد يقول لك انا خايف من التكميم، طب ما هو انت خايف من التكميم او خايف من تحويل المسار وانت عندك سمنه مفرطه، طب مش خايف من الضغط، مش خايف من قلبك اللي تعب، مش خايف على مفاصلك؟ يعني كل دي مشاكل صحيه بتستهلكك سنه عن التانيه. طب ما هي عمليه زي دي لو عملناها مظبوط هتحسن معاك كتير، ومش هتحتاج ان انت تعمل يعني ان انت تتعرض لكل ده. يعني ريسك ان انت تدخل عمليه زي كده لا توازي ريسك الضغط والسكر ومشاكل القلب والحاجات اللي بتمر بيها مع السمنه المفرطه.